السلام عليكم، رمضان كريم علينا وعليكم، وإن شاء الله يكون عامر بالعبادة ومغمور بالحسنات، ويا رب ندرك فيه ليلة القدر ويتغير قدرنا، تتحقق أمانينا، ويكون المحال في تفكيرنا الدنيوي واقع وحال بإذن الله. وزي ما تمنيت الفيديو اللي فات، أتمنى الفيديو ده تكونوا خلصتوا وردكم والعبادات المفروضة، لأن الأولوية لربنا وما أحبش أعطلكم عن حاجة أهم مني. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن إن إحنا هنوصل للسواء النفسي عن طريق التكليف اللي ربنا كلفنا بيه، والتكليف ده اللي هو ببساطة المحاولة. رمضان شهر المحاولة الأكبر والأعظم. النهاردة بقى هنتكلم عن السند والمحرك للمحاولة دي، ألا وهو اليقين بالله. اليقين بالله موضوع دايما بيحسسني بالذنب، لأني كنت إنسان بييأس كتير، ويمكن ما زلت بيأس كتير. دايما في لحظات اليأس أو الفقد تلاقي اللي بيطبطب عليك ويقول لك خلي عندك يقين بالله، والكلمة حلوة وأنا مؤمن وموحد وعندي يقين بالله، بس محدش مسك إيدي وفهمني إزاي أتبنى التفكير ده 100% كحالة أعيش بيها، مش مجرد مصطلح بردده وخلاص. فاكرين الفيديو اللي فات لما قلنا إن رمضان شهر رحلة واختبار؟ أنا بحس إن أصعب اختبارات حياتي بتيجي في رمضان. الحياة اختبرتني وخلتني أقف وقفة كبيرة أثرها ممتد معايا للحظة دي وأنا بكلمكم، وخلتني أعيد التفكير في الموضوع كله من الأول. طيب إيه الاختبار اللي أنا اتحطيت فيه؟ الاختبار كان إني اتحطيت في أمر ما، ودنيويا كنت شايف ان الاسباب موجوده ومهيئه، وسعيد بكل طاقتي وكل ما تملكه ذاتي. كل حاجه كانت قدامي موجوده، بس فجاه مفيش حاجه مشيت، وما كانش في حاجه صح. مع ان على الورق وبالتفكير المنطقي الحسبه على الورق كان المفروض تمشي بمبدأ بما ان اذا عملت اللي عليا وخدت بالاسباب فالمفروض اوصل. ولما ده ما حصلش، مفهومي عن نفسي وفهمي ليها انهار في وقتها. لقيت نفسي مش عارف الم شتات نفسي. بس لما ده حصل عرفت ان هو حصل لاني كنت معلق املي على نفسي. كنت مفكر ان كافي بجهد وسعي ان الامور تسير وتمشي زي ما كنت مخطط لها وزي ما انا راسمها. ولما ده ما حصلش كنت بجلد نفسي واقول انا لو احساس اليقين كان مسيطر عليا ما كنتش بقيت كده، ما كنتش زعلت ولا انهارت. يبقى انا اكيد وحش او ايماني ضعيف او مش مؤمن كفايه. بس الحقيقه محدش ولا حاجه بتعلمك اليقين بجد لحد ما ربنا يختبر اضطرارك. طول ما انت مش مضطر اليقين بالنسبة لك مجرد مصطلح. أما اليقين الحقيقي فهو إقرار بالاضطرار، وإنك تعترف إنك محتاج ومضطر لربنا وإنت مفيش في إيدك أي سبب. عارفين انتوا إحساس لما كل حاجة تغزلك فتاخد بعضك وتروح تسند على نفسك وتنعزل وتنزوي عن الناس؟ انت كده بتتكئ على ذاتك، اللي هي بالمناسبة مهما بلغت من قوة فهي معيبة وناقصة، ولا تملك من الأمر أي حاجة إلا ما شاء الله. والسر كله في حتة إلا ما شاء الله دي. عشان تعدي الخطوة دي وتتيقن بالله صح لازم تتكئ على ربنا، والاتكاء على ربنا ده هو المعنى الحقيقي للتوكل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخدوا خماصة وتروح بطانة. من أسماء الله الحسنى المتكبر، والإيجو اللي بنتكلم عنها في علم النفس دي هي الأنا، هي حتة الكبر اللي جوانا. ولما كبرياءك كإنسان يتكسر والايجو بتاعك ده ينهار، مفيش احسن ولا اعظم من كبرياء ربنا انك تتسند عليه. ليه؟ لان الله محيط. يعني زي ما انت ليك ذات وغيرك ليه ذات، فذات الله الاعلى محيطه بكل ده. ولاني نفسي قاصره وكده كده ممكن تخذلني، فمفيش ملجأ امن غير اني اتكئ على الله، وده اللي هو بنسميه التوكل. في الأول وفي الآخر الإنسان كائن بيني، تلاقيه دايما واقف في النص بين حاجتين، بين المحدودية واللا محدودية، بين الغريزة والترفع. وإنك تقرب من الطرف الأحسن في المعادلة دي بيكون بالقرب من الذات الإلهية والاتكاء عليها. أنت دايما تلاقي الشخص الواثق في نفسه مش بيشك في قدراته، فما بالك باللي واثق بربنا. وفي واقع الأمر كيفية الثقة أو اليقين بالله دي حاجة مش هتفهمها نظريا، دي حاجة مش هتتفهم إلا بالاختبار، بس هي ممكن تتحس. إزاي؟ يمكن اللي هقوله دلوقتي ده هيبان حاجة جدلية أو مش منطقية شوية، بس انا لقيت اليقين لما تأملت مواطن إجابة الدعاء. هو إيه الدعاء أصلا؟ يعني أنت لما بترفع إيدك لربنا وبتدعي، هو أنت بتدعي عشان ربنا مش عارف إنك عايز الحاجة دي؟ لا طبعا، ربنا محيط وعارف انت كنت عايز ايه وهتعوز ايه. فالدعاء في حقيقته هو اقرار بالحاجة، اقرار باحتياجك لله. ربنا عارف انت عايز ايه وهتعوز ايه، لكنه بيستجيب في موضعين: موضع الاقرار بالحاجة وهو الدعاء، موضع الإقرار بالاضطرار وهو اليقين. واختبار ربنا ليك في الحاجتين دول بيكون بحاجة من الاتنين: يا إما بيمنع عنك كل سبب يخليك توصل للحاجة اللي أنت عايزها، يا إما بيهيئ لك كل الأسباب اللي تخليك توصل للحاجة اللي أنت عايزها وما توصلش. طب إيه علاقة ده بمواطن إجابة الدعاء؟ تعال نبص بصة. التلت الأخير من الليل، في الوقت اللي بيكون الليل في أحلى ظلام ليه،
وقبل الفجر على طول، عند السجود في اللحظة اللي بتكون فيها أقرب ما يكون للأرض وفي قمة خضوعك، قبل الفطار لما نيجي نفطر في رمضان أو نكون صايمين، لما الجوع والعطش بيوصلوا لأقصى مراحل ليهم وبتبقى خلاص مش قادر. دعاء المسافر اللي ممكن ما يرجعش بيته تاني، ليلة القدر اللي بتكون في أواخر رمضان في العشرة الأواخر، بعد ما أهلكت نفسك بالعبادة والتعبد وخلاص أنت ما عدتش قادر، بدأت تزهق وتجيب آخرك. يوم الجمعة آخر يوم في الأسبوع قبل المغرب في آخر النهار، عند المطر اللي أحيانا بيكون موضع فوضى ومتعرفش تتحرك منه ولا تعرف تروح فين ولا تيجي منين ولا تعمل إيه. لو تأملنا مواطن الإجابة دي نقدر نقول بقلب مطمئن إن اليقين بيجي في أواخر الأمور. الإجابة دايما بتكون في أواخر الأفعال والأوقات، لما كل حاجة تستنفذ أو تكون على وشك اليأس أو تجيب آخرك. ربنا بيقول في سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا جاءهم نصرنا. متخيل؟ يعني الرسل اللي ربنا اختارهم واختصهم بتبليغ رسالته يأسوا، وصلوا للحظة استيئاس واستنفاذ تام، والنصر جالهم امتى؟ اللحظة دي بالضبط، لحظة اليأس، لحظة النفاذ. عشان كده بيجي الأمر الواضح: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الروح بالفتح هنا معناها فرج وكرم، وأعتقد وأنا أحب أفكر إن أكيد في حكمة من كون كلمة روح وروح متشابهين، لأن اليأس من فرج الله وكرمه يعني إن روحك ونفسك من جوه لم يعد لها مفر من الزوال. وبكده وصلنا لآخر فيديو النهاردة. إن شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن الدعاء. السلام عليكم.